السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب أولى ثانوي، مع الجزء الثاني من مراجعة ليلة الامتحان، الجزء الخاص بالجرامر يونت 7 و 8 و 9. طبعا في يونت 7 كان بيكلمني عن الماضي الباست سيمبل والباست بيرفكت، واحنا عارفين طبعا انه الباست سيمبل بيكون من التصريف الثاني second conjugation، التصريف الثاني للفعل، و بيكون من التصريف الثاني للفعل. هجيب لكم بس صفحة عشان نكتب. بيكون من التصريف الثاني للفعل السكند conjugation الباست سيمبل. طبعا ED فعل انتهى المنتظم، يعني ED أو D أو IED، ولو كان الفعل غير منتظم فبيتحفظ زي C والماضي so. طيب في حالة النفي بنفي ب didn't بلس الانفينيتيف، وفي السؤال يبقى did وبعدين السبجكت الفاعل وبعدين الانفينيتيف. طيب المبني المجهول طبعا بيبقى was أو where، was أو where بلس البي بي. أهم ما يميز الماضي البسيط أو مشاكل الماضي البسيط بتتعلق بنقطتين. النقطة الأولى هي قاعدة used to، قاعدة used to، ودي بيجي بعديها الانفينيتيف. بتعملها زي الماضي البسيط بالظبط، يعني في النفي هتبقى didn't use to المصدر، وفي السؤال هيبقى did subject وبعدين used to المصدر. didn't use to، وفي السؤال هتبقى did وبعدين subject وبعدين use to. خلي بالك لو جاب لي بعد الجملة but، طبعا يتعبر عن عادة في الماضي but now، يبقى لازم تخلي بالك انه هيجي بعدها هيكون present. وفي الصيغة المختصرة هيبقى يا اما am و is و are، يا اما am not و isn't و aren't في النفي، يا اما don't و doesn't او do و does لو كانت الجملة فعلها عادي. يعني لو قال لي مثلا she used to be late، هي كانت متعودة على انها تبقى متأخرة but now، لكن دلوقتي she. طبعا هنا الفعل عندي هو be، الفعل عندي هنا هو verb to be، وبالتالي هستخدم verb to be، وهنا الجملة مثبتة يبقى أنا هستخدم النفي يبقى isn't، يبقى الإجابة isn't. طيب لو كانت نيرة used to drink cola، تعودت تشرب كولا but now، لكن دلوقتي she. طبعا الجملة مثبتة والفعل مش verb to be، يبقى أنا عايز نفي مع verb to do، يبقى she doesn't. دي إحدى مشاكل ال used to. بدل used to عندنا no longer، ودي بتيجي بعد الفعل وبيجي بعدها مضارع مثبت، بيجي بعدها مضارع مثبت present، أو مضارع منفي negative present، وفي آخر الجملة هجيب any longer أو any more. ما تنساش إن احنا عندنا كمان بعض التعبيرات الخاصة باللي تعبر عن used to برضو، زي مثلا I was in the habit of. خلي بالك هي طبعا I was أنا ممكن تغير الفاعل وتغير الفعل، ممكن تقول زي where عادي of وبعدها ing، وممكن تستخدم كمان it was بعدين صفات ملكية زي my habit to والمصدر. ده بالنسبة لقاعدة. طبعا ممكن تستخدم مكان used to كمان تستخدم ظروف التكرار، يعني ممكن تستخدم always و usually و sometimes
ودي مكانها في الجمله بتكون بعد الفاعل. ولو كان الفعل بتاعي فيرب تو بي فبتيجي بعد فيرب تو بي. خلي بالك لو الجمله منفيه، عشان السؤال ده سأله عبد الرحمن امبارح، لو جمله منفيه فظرف التكرار بيجي بين اداه النفي والفعل اللي هو المصدر، يعني هيجي بعد didn't وقبل المصدر. ما تنساش ان ممكن نجيب فيرب تو بي، في بعض الافعال تيجي قبل يوزد تو فتجيب بعدها اسم او ان جي زي was و were became grow و got. كل دي ممكن تيجي قبل used to فهيجي بعدها ing او noun. الجزء الثاني من الماضي البسيط هو الفيك او الان ريل باست. الفيك او الان ريل باست. ايه بقى الفيك والان ريل باست؟ هو عبارة عن ماضي غير حقيقي، يعني يعبر عن شيء مش بيحصل او مش هيحصل او مش في الامكان ان هو يحصل، وبنستخدم فيه بعض التعبيرات زي wish و would rather و it's time. wish would rather و it's time، ودول بيجي بعديهم فاعل، هيجي بعديهم فاعل وبعدين يجي بعديهم ماضي بسيط. طيب لو لقيت في الجملة إشارة للماضي البسيط، يعني لو لقيت في الجملة yesterday last ago أي كلمة تدل على الماضي البسيط، يعني بعد الفعل هستخدم الماضي التاني. طيب لو ما لقيتش فاعل أصلا، يعني قالك I wish مفيش فاعل، يبقى بعد كل الأفعال دي بيجي to والمصدر أو الظروف، يعني to والمصدر وما عدا would rather مصدر. would rather بس اللي هيجي بعدها المصدر.
ده كل ما يتعلق بالماضي البسيط. نروح بعد كده للدرس اللي بعده، وهو كان جرامر برضو يونت 7، وكان متعلق ب الماضي التام. الماضي التام بيتكون من هاد والتصريف البيبي. التصريف الثالث طبعا لو عايز تنفع تبقى hadn't، والسؤال بيبقى هاد فاعل تصريف ثالث. مشكلتي في الماضي التام ايه؟ الماضي التام بيعبر عن حدث وقع في الماضي قبل حدث اخر، حدث وقع في الماضي قبل حدث او قبل زمن، يعني حدثين في الماضي، فهو الاول الماضي التام. طيب ايه مشاكلنا بقى مع الماضي التام؟ اول حاجه انه الماضي التام بيجي مع روابط زمنيه، مجموعه after اللي هي after و as soon as و once و the moment و till و until و since و because و as. كل دي بيجي بعدها ماضي تام، والجمله الثانيه ماضي بسيط. خلي بالك الحرف الاول كابيتال هتبقى في الاول، لو جالي افتر دي سمول يبقى في النص مش في الاول، بين الجملتين. المشكله الثانيه، القضيه او الحاجه الثانيه هي افتر ممكن ما يجيش بعدها فاعل فتختار الفعل اي ان جي، وممكن تحل محلها having والبي بي. نقطه كمان till و until بيجي قبليهم ماضي بسيط منفي نيجاتيف باست، ماضي بسيط منفي في الغالب، وبعديهم بيجي ماضي تاني. ده بالنسبه لتيل وانتل. غير كده كل الملاحظات كلها. المجموعه الثانيه هي مجموعه بيفور. بيفور بيجي معاها باي ذا تايم، وين، وسو، وذاتس واي. كل دول بيجي بعديهم ماضي بسيط، والجمله الثانيه ماضي تام. خلي بالك المجموعه دي ممكن نستخدم ماضي بسيط ماضي بسيط. بيفور زي افتر ممكن يجي بعدها اي ان جي في حاله انه ما جاش قبلها فاعل. في حاله لو ما جاش قبلها فاعل ممكن تستخدم بيفور اي ان جي. طيب ايه تاني في الماضي التام؟ عندك no sooner و hardly scarcely وفي barely كمان. كل دول بيجوا مع الماضي التام. طب ايه اللي بيجي قبليهم؟ بيجي قبليهم ايه؟ بيجي قبليهم had. قبليهم had. طب بعديهم البي بي. طيب بالنسبه للنو سونر الرابط بتاعي بيكون than، يعني had no sooner تصريف ثالث والجمله الثانيه تبدا بthan. اما hardly و scarcely و when فبيجي قبلها had بعدها تصريف ثالث، والرابط الجمله الثانيه بيبقى when. طيب هل في مشاكل تانية؟ لو جالي الظرف ده جالي في اول الجمله فقال لي no sooner، تعمل ايه؟ هيجي بعدها had وبعدين الفاعل وبعدين التصريف الثالث. اخر حاجه في الماضي التام هي الجمل اللي بتبدا بظرف منفي، زي مثلا not until. الجمله بدات ب not until، تعمل ايه؟ هتجيني بعد not until الماضي التام العادي اللي هو الماضي التام العادي. طيب والجمله الثانيه هتعمل فيها ايه؟ قال لي الجمله الثانيه هتحولها لصيغه سؤال. يعني ايه صيغه سؤال؟ يعني لو كان الجمله الثانيه ماضي بسيط هتبقى did وبعدين الفاعل وبعدين المصدر. ده بالنسبه للماضي التام. نروح بعد كده ليونت 8، وده كان بيتكلم عن المضارع البسيط اللي بيتكون من مضارع بسيط بيتكون من طبعا هو بيعبر عن حقائق وعن عادات وعن تايم تيبل وعن بيستخدم مع قاعدة اف في الحالة الصفرية والأولى. طب هو الماضي المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل، البريزنت سيمبل مشاكله ايه؟ اولا هو تصريف اول مصدر، ولو المصدر ده مع هي وشي وات هيبقى مصدر باس. يعني هو مصدر، ولو مصدر مع هي وشي وات يبقى مصدر باس او اي اس او اي اس. طيب مضارع بسيط قضاياه اتنين،
الأولى إنه بيستخدم للتعبير عن عادات، يعني ظروف تكرار، واحنا عارفين ظروف التكرار مكانها فين في الجملة؟ قبل الفعل وبعد فيرب تو بي. ولو جملة منفية هيجي بعد النفي، يعني يجي بعد didn't، بعد doesn't، بعد don't. طيب، وطبعا ممكن تستخدم used to، بس used to هيجي قبلها am أو is أو are أو get أو become أو get و become و grow، ويجي بعدها ing أو اسم. الحاجة التانية في ما يتعلق بالمضارع البسيط، إن المضارع البسيط بيستخدم للتعبير عن المستقبل. يستخدم للتعبير عن المستقبل في حالتين. الأولى إذا كان تايم تيبل، إذا كان تايم تيبل، والتانية إذا كان بيتكلم عن روابط زمنية. يعني الروابط الزمنية اتكلمنا عنها كلها اللي بتاعت الماضي البسيط، بس بتاعت الماضي التام، وكمان روابط الماضي المستمر اللي هي وايل واز وجاست از. كل الروابط دي يجوز يجي بعد، زي مثلا وايل، يجي بعدها ايه؟ هيجي بعدها جملة في المضارع البسيط أو المضارع التام، المضارع البسيط أو المضارع التام، وهتبقى الجملة التانية عندي في زمن المستقبل، يعني will والمصدر، أو be going to، أو مضارع مستمر، أو ممكن كمان تبقى أمر. كل ده وارد. يبقى خلي بالك إنه المضارع البسيط أو المضارع التام بيستخدم مع كل الروابط، مع كل الروابط الزمنية، بس الجملة التانية هتبقى مستقبل بأي شكل من الأشكال. ده ما يتعلق، أو ده فيما يتعلق ب زمن المضارع البسيط. نروح لآخر زمن اللي هو يونت 9، وده زمن المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت. والمضارع التام بيتكون في الأساس من هاز وهاف والتصريف الثالث، هاف وهاز والتصريف الثالث. وطبعا النفي هيبقى هاف انت هازنت، والسؤال هاف وهاز في الأول، والمبني المجهول هيبقى object، وبعدين have أو has been بي، وبعدين طبعا باي، وتحط الفاعل بتاعك. طب انا بستخدم المضارع التام ليه؟ قال لي المضارع التام بيستخدم للتعبير عن حدث وقع في الماضي، وقع في الماضي، و لا يزال، بدأ في الماضي ولا يزال مستمر، بدأ في الماضي ولا يزال مستمر. فيقول لي I have lived، وطبعا ده بيبقى مع سنس وفور، يعني I have lived in Cairo since 2000، يعني انا عايش في القاهرة من سنة 2000 ولسه عايش في القاهرة. ده بالنسبة لسنس وفور. كمان عندي المضارع التام بيعبر عن حدث وقع في الماضي منذ لحظات مع just. يقول لك I have just drunk coffee، لسه شارب قهوة حالا. كمان المضارع التام بيستخدم للتعبير عن حدث وقع في الماضي وتكرر. يقول لك I have drunk tea 3 times، شربت شاي 3 مرات. كمان بيعبر عن حدث وقع في الماضي وترك أثر في الحاضر، يعني يقول لك I have lost my key، أنا مفتاحي ضاع. طب دلوقتي I can't open the door، أنا مش عارف أفتح الباب. فده حدث وقع في الماضي والأثر في الحاضر. المضارع التام كلمات الدالة عليه هي since وفور already، ودي تيجي في بعد have وهاز بمعنى بالفعل، تيجي بعد have وهاز، وممكن تيجي في نهاية الجملة لو كان سؤال يعبر عن الاندهاش.
و just اللي معناها حالا بتيجي بعد have و has برضو، و yet اللي معناها ابدا تيجي في نهايه الجمله المنفيه والسؤال. وكمان عندي ever و never. ever بتستخدم في السؤال و never بتستخدم في النفي. فسبع كلمات. طبعا عندي up till now و so far متنساش. وعندي كمان recently scarcely وكمان recently و lately. recently و lately اللي معناها مؤخرا او حديثا. طبعا up till now و so far معناها حتى الان. انا مشاكلي في المضارع التام تتلخص في استبدالي for مكان since او since مكان for. فانت عارف ان for بيجي بعديه طبعا since بيجي بعدها ماضي بسيط، ممكن يجي بعدها ماضي بسيط، كمان بيجي بعدها مده بدايه الحدث، مده او زمن يمثل بدايه الحدث. لكن for بيجي بعدها من البدايه للنهايه. فلو قال لي I have lived in Cairo since 2000، فلو قال لي استخدم for هيبقى for من 2000 لغايه دلوقتي يبقى 26 سنه 26 years. دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه انك تستخدم just مكان جمله في الاصل ماضي بسيط. فلو قال لي مثلا بس يعني مثلا قال لي I ate او ate كلت fish a moment ago. يعني انا اكلت سمك من لحظات. وقال لي استخدم just. طبعا عشان تستخدم just تحول الجمله للمضارع التام، يعني I have وتحط just مكانها وبعدين تصريف ثالث يبقى eating fish، يبقى انا لسه واكل سمك خلاص، وتشيل علامه او اشاره الماضي البسيط. كمان ممكن يجيب لي جمله فيها still وstill بتاعت المضارع التام، فيقول لي I have اسف I am still playing، انا لسه ايه؟ لسه بلعب. ويقول لي استخدم yet، ويت مضارع تام منفي. فاول حاجه هتعملها تقول لي I haven't، يعني I haven't، واخر الجمله هتحط لي yet. طيب لو قلت I haven't played يبقى انا ما لعبتش اساسا. هو مش عايز كده، هو عايز يقول انا لسه ما خلصتش لعب. فانت تضطر تجيب من عندك فعل اللي هو finish او stop، وبعدين الفعلين دول بيجي بعدين اصلا ing فتبقى playing عادي. في الحاله دي الجمله بقت هي نفس المعنى، انه لم ينتهي من اللعب بعد، فنفس المعنى نفس الجمله. كده احنا خلصنا مراجعه الجرامر الثلاثه يونت بشكل مكثف. ركزنا على نقاط اللي بتعمل مشكله والنقاط اللي بتيجي في الامتحان. هنروح دلوقتي لملزمتنا او مراجعتنا بتاعت الجرامر نحلها مع بعض ان شاء الله. اول سؤال بيقول لي did، وطبعا لما تلاقي did يعني عايز بعد did الانفينيتيف المصدر، فتبقى الاجابه سي. ده قال لي did يبقى الاجابه سي. نغير بقى اللون خليه اخضر يبقى سي. السؤال الثاني بيقول لي منى وجاب لي في الاخر اجو يعني ماضي يبقى مت. السؤال الثالث بيقول لي we to the cinema because we were tired يعني الجمله ماضي، ما رحناش السينما لان كنا تعبانين، وبالتالي ما رحناش يعني ماضي. هتقول لي have gone، بقول لك ما ينفعش، ان have gone معناها رحنا. weren't gone ده مبني المجهول ما ينفعش، يعني الجمله بدأت فاعل. طب don't ده مضارع ما ينفعش، ما فضلش عندي غير don't didn't go، يعني هتختارها وانت مغمض يعني. السؤال التالت بيقول لي those beautiful painting اللوحات، يعني ده غير عاقل، يبقى انا عايز هنا مبني المجهول بس. مبني المجهول ده معلوم ما ينفعش، وده مع ماضي معلوم ما ينفعش،
وده مضارع تام معلوم ما ينفعش، يبقى الإجابة were sold. في القرن 18 يبقى ماضي بسيط، ما دام قال لي ان وسنه في الماضي يبقى ده ماضي بسيط، يبقى didn't على طول. انا مغمض يا اما weren't بس هنا في فعل، ومتصرف يبقى لا weren't ولا didn't يبقى never. محمد enjoy ده مصدر، وما دام جاب لي مصدر يبقى عايز نفي. طب هنفي بايه؟ ده فعل، يبقى wasn't ما تنفعش، wasn't ما تنفعش. وطب wasn't ما تنفعش، وhasn't يجي بعدها تصريف ثالث يبقى ما تنفعش هي كمان. طب didn't ولا doesn't؟ طب ده مضارع ولا ماضي؟ طب ده ماضي اهو، يبقى didn't. يبقى doesn't برضه ما تنفعش، يبقى الإجابة didn't. معلش بقى استحملوا عشان ايه؟ أعلم لكم على البتاع واحنا ماشيين، فيعني لازم تطلع كده ولا عشان ما تزعلوش. السؤال اللي بعده بيقول لي my brother أخويا 3 language، يعني بيتكلم 3 لغات. هتقول لي طب أنا أعرف الزمن منين؟ طب بص في الجملة الأول، بص في الاختيارات. speaking دي ما تجيش غير لما يكون بعدها verb to be، قبلها verb to be، دي غلط. spoken ده تصريف ثالث عايز قبليه verb to be عشان يبقى مبني للمجهول، وأصلا الجملة مش مبنية للمجهول. speaks ولا speaks دي ما تنفعش لأن ده فاعل مفرد، يبقى الإجابة speaks يعني يتحدث. السؤال اللي بعده بيقول this restaurant offer، المطعم بيقدم أكيد variety، بيقدم تشكيلة متنوعة من الأطعمة. سؤال 117 بيقول لي هي in أسوان، في أسوان 1969 ده ماضي، يبقى استبعد المضارع. استبعد المضارع يعني هنستبعد دي. طب أنهي واحدة فيهم؟ هو طبعا هو ولد، هو أصلا الفعل بير ما بيجيش من مبني المعلوم غالبا يعني، فهو ولد يبقى was born. ولد يعني was born. السؤال اللي بعده بيقول لي how long بس مضارع تاني، لكن how long ago يبقى ماضي بسيط، يبقى did she graduate. بص الجرامر عامل زي الرياضة، لو أنت متمكن من أدواتك هتلاقي الموضوع سهل جدا. يعني هنا الجملة how long ago خلاص هي ماضي بسيط. طب ماضي بسيط فين؟ ده سؤال، ما ينفعش يبقى graduated، ده مش سؤال ولا أي تركيبة أصلا. طيب ايه السؤال تاني؟ was she graduating دي ماشي حلو جميل، بس هو how long ago مش ماضي مستمر، هي ماضي بسيط، يبقى دي ما تنفعش. in the past ده ماضي يبقى على طول used to. did يبقى مصدر يبقى find. طب زي ما بقول لكم زي الرياضة، تحل زي الرياضة. last ماضي يبقى painted، الا لو كانت مبني المجهول، بس انا بقول لك مش مبني المجهول. I wish ادي ماضي غير حقيقي يبقى I wish my aunt were. هتقول لي ليه وير؟ ما وير تنفع مع كل الضمائر في الحالات دي، في دي وفي قاعدة اف في الحالة الثانية تنفع تستخدم وير مع كل الضمائر، وحتى لو مش هتنفع الباقي مش هينفع اصلا. فهو الماضي هنا الاقرب هو وير. ما تنفعش دي مضارع، وهاد بن ده ماضي تام مش هينفع، وهاف بن مضارع تام مش هينفع. انا عايز ماضي بسيط. didn't مصدر يبقى visit. at school last Monday في المدرسة الأسبوع اللي فات، أنا هنا عايز ماضي. طب هي did ولا where؟ طبعا ماضي بسيط دول مش هينفع. طب هي did ولا where؟ did عايزة بعدها مصدر، مفيش عندي في الجملة مصدر يبقى where. السؤال اللي بعده a week ago، واضحة مفيش حاجة دي خالص. when I was in Alex دي كده ماضي بسيط يبقى swam، ده تعبير من تعبيرات الماضي البسيط اللي هي when فاعل verb to be في الماضي was أو were. our house in 2010 يعني بيتنا اتبنى، أنا كده بتكلم على مبني المجهول يبقى was built لأن الجملة بادئة بغير عقل. she used to wear glasses، هي كانت متعودة تلبس نظارة لكن دلوقتي لأ، يبقى doesn't. قلت لك شوف الفعل هنا wear يبقى ياخد verb to do. he playing the ing، يبقى أنا عايز حاجة يجي بعدها ing. مين بيجي بعدها ing هنا؟ is used to is used for يعني يبقى كده استبعدنا 2. طب أنهي 4 ولا 2؟ 4 بتيجي مع غير العاقل عشان تعبر عن شيء يستخدم في حاجة. يعني مثلا أقول لك إيه؟ أقول لك the knife is used for بالمناسبة بقى بنقولها. أقول لك مثلا pen is used to write، القلم بيستخدم في الكتابة، ده مش عادة خالص بقى. أو for writing
كده او كده، يا اما تو رايت يا اما فور رايتنج. فهنا استخدام is used for هيجي بعدها ان جي، لكن ما تجيش مع عاقل، لان هو معناها مش معناها عاده، لكن انا عايز هنا تعبير يقول لي ان هو كان معتاد، يبقى is used to. he used to come late، كان متعود يجي متاخر، لكن دلوقتي طب هنا come يبقى doesn't. he no longer، انت عارف no longer بيجي بعدها مضارع، لكن هو عايز يقول لي هو ما بقاش يتدرب زي ما كان بيعمل، زي ما كان، يبقى as he used to do، زي ما كان بيتدرب. فهتقول لي ويت ده مستقبل، انا عايز ماضي، ده مضارع عايز ماضي، وده never used to do، ما تنفعش لان كده هيبقى no longer جمله منفيه، وكمان بعد في الجمله دي هيبقى معناها انه زي ما كان ما بيتدربش، يبقى غلط، ما ينفعش. هو ما بقاش يتدرب زي ما كان متعود، مش زي ما كانش متعود، يبقى ده اصلا نوفر ما تنفعش. 232 surgeon يعني الجراحين usually see small things by the naked eye، ما بيشوفوش الحاجات الصغيره بالعين المجرده. طبعا يبقى انا عايز هنا يا didn't يا don't، لكن ما فيش في الجمله زمن، استخدم المضارع يبقى don't، ما بيستخدموش، ما بيقدروش يستخدموا ما بيشوفوش بعينيهم المجرده الحاجات الصغيره. children ده جمع، خلي بالك ان surgeons جمع اس موجود، لكن children جمع عشان في ناس كانت بتقول لي helps. children جمع يبقى يا help يا help. طيب مفيش برضو زمن، استخدم المضارع. وهقول لك على حاجه اهم بقى، ان دي حقيقه، يعني بيقول لك الاولاد غالبا او عاده واصلا often بتستخدم مع المضارع والماضي، ويوجوالي بتستخدم مع المضارع والماضي برضو. بس انا هستخدم ليه مضارع ليه مش ماضي؟ لانه ما دام مفيش زمن زي ما قلنا استخدم الايه؟ استخدم المضارع مش الماضي. السؤال اللي بعده what games did يبقى مصدر، يبقى use. أدهم that's why، ولهذا السبب هو دايما عنده لياقة أو فت يعني. فطبعا أدهم مش بيدخن، هنا ده بيدخن ما ينفعش، بيقول لك عنده لياقة. don't smoke ما تجيش مع أدهم don't as a doesn't. is smoked يعني هو بيتدخن، لكن الإجابة هتبقى never smokes يعني ما بيدخنش، never smokes. اللي بعده how often ده مضارع، do you مصدر eat. he has received so many telephones call، هو استقبل عدد من المكالمات التليفونية، طبعا هنا ماضي وهنا مضارع تاني، يبقى for ولا since ولا yet ولا just؟ طبعا since، مضارع بسيط يبقى since. السؤال اللي بعده once، فاكر once من الروابط اللي بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، ما عنديش هنا، ده مش مضارع بسيط وده ماضي وده مش مضارع، يبقى مضارع تام على طول have finished. سؤال 139 بيقول لي how long بيجي قبلها for how long. for عندي for how long وعندي since when. for how long وعندي since when، الاثنين بيستخدموا مع المضارع التام. السؤال اللي بعده when I was on holiday، لما كنت في الاجازه، ده ماضي اهو. when I was دي ده من تعبيرات الماضي، يبقى على طول هستخدم when. I wanted to play with أدهم، أنا عايز ألعب مع أدهم لكن هو مش عايز، didn't want. السؤال اللي بعده the children الأطفال how to protect بيعلموا إزاي يحافظوا، يبقى where. طبعا دي تعلم، دي كده يعلم ما ينفعش، نفس الكلام هنا تعلموا، لا أنا عايز يعلموا، أطفال بيعلموا. it that the teacher يعني يقال أن المدرس it that the teacher will explain a new lesson today، إن بيقال المدرس هيشرح درس جديد النهارده، يبقى it's said يعني يقال. ده أحد الطرق اللي بنبني بيها المجهول من الفعل say، أفعال القول. having بيجي بعدها بي يبقى finished. your cousin هنمشي في الجملة في last يبقى helped. the young men الشباب
to be filled يعني بتدربوا عشان يبقوا جزء من حقل الايه او قطاع البيولوجي او علماء الاحياء. my sister working عايز هنا حاجه يجي بعدها اي ان جي. enjoying ما تنفعش الاثنين اي ان جي ورا بعض. enjoy مع my sister ما تنفعش. is enjoying اصلا enjoy ما تاخدش اي ان جي لانه فعل من افعال ستيت يبقى enjoys. after بيجي بعدها ماضي تام. طب الجمله الثانيه مستقبل يبقى لازم ماضي بسيط او مضارع تام. يبقى after my father دي ما تنفعش. finish ما تنفعش اصلا ده مفرد يبقى finishes. نروح للسؤال 149. منى at school yesterday ده ماضي يبقى منى هيقول انها غايبه يبقى ما اتشافتش في المدرسه يبقى wasn't ولا didn't. طبعا باقي ما ينفعش ده مضارع. didn't عايزه بعدها مصدر او المصدر بس معناها ان منى ما شافتش. لا هما بيقولوا منى ما اتشافتش في المدرسه لانها كانت غايبه ما اتشافتش يبقى didn't wasn't seen لم ترى. السؤال اللي بعده بيقول لي the last time طبعا the last time يعني اخر مره طبعا مت لانه ماضي last time يبقى ماضي يبقى مت. اسماء اسوان recently انت عارف ان recently من كلمات المضارع التام يبقى اسماء has visited اسوان. the space friend all their lives يعني هم اصحاب طول حياتهم يبقى have طبعا دول ما تنفعش ما دام قال لي طول حياتهم يبقى انا عايز مضارع تام. طب have gone ولا have been. have gone دي معناها اصل اصلا معناها يذهب فالتركيبه في المعنى مش هينفع. انا عايز اقول ان هم كانوا اصحاب يبقى لازم استخدم فيرب تو بي كانوا اصحاب طول حياتهم. لكن have gone يعني كانوا بيذهبوا اصحاب مش راكبه المعنى مش هينفع. طبعا هذا ماضي ما تنفعش وما تنفعش. it's 3 hours since since بيجي بعدها ماضي it's مده زمنيه since ماضي بسيط يبقى came. it's مده زمنيه since ماضي بسيط. نروح بعد كده سؤال رقم 154 بيقول she has been studying English. هو بيقول ان هي بتدرس انجليزي 2 hours ده اصلا المده جمع وناو يعني فور يعني بتدرس او بتذاكر انجليزي بقالها دلوقتي ساعتين. تمام. نروح بعد كده ل سؤال 155 فبيقول لي يوسف in a band بيشتغل في باند من سنة 2001 ده مضارع تام يبقى has played. السؤال اللي بعده بيقول I haven't met فهنا since يبقى أنا عايز ماضي يبقى moved since بيجي بعديها ماضي بسيط. السؤال اللي بعده بيقول we in Minya for 6 years طبعا for 6 years يعني هم عايشين في المنيا بقالهم 6 سنين يبقى have lived أو إحنا يعني. السؤال اللي بعده بيقول I have known him أنا عارفه we joined يبقى هنا مضارع تام وهنا ماضي بسيط يبقى since. the last meeting خلي بالك last زمن for last حدث يبقى since. احفظ خلي بالك last the last يجي بعدها زمن مدة زمنية يبقى for لكن the last ويجي بعدها حدث يبقى since. we will go for a trip احنا رحنا رحلة أو هنروح رحلة خلي بالك ده مستقبل أهو وهنا في as soon as يبقى بعدها يا مضارع بسيط يا مضارع تام يبقى ما عنديش مضارع بسيط في عندي مضارع تام اهو اور كار بس خلي بالك هنا اور كار يبقى مش هينفع المبني المعلوم يبقى انت عايز مبني المجهول يبقى has been reversed. السؤال اللي بعده حبيبه wishes زي ما انت شايف حبيبه وادي wish وادي الفاعل يجي بعدها ماضي بسيط يبقى ده ماضي غير حقيقي. كده احنا خلصنا اسئله الجرامر الخاصه بالتشوز. ان شاء الله القاكم في فيديو قادم نحل مع بعض اسئله الريرايت عشان نخلص المراجعه الاولى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.